اصعب حاله عدت عليا، هو في الحقيقه ما فيش حاله صعبه وحاله سهله، احنا كل الحالات بالنسبه لنا بتمثل تحدي. كل المريض عندنا في العياده، من اول دخول المريض عندنا في العياده لحد ما بيتم رحله علاجه والشفاء الكامل باذن الله، بيكون تحدي بالنسبه لنا. لكن في حالات مميزه، يعني في حالات كان فيها التحدي اكبر من حالات تانية. من ضمنها حاله كده افتكرها، كان عنده بواسير متجلطه. طبعا بواسير متجلطه مش مشكله كبيره بالنسبه لنا، لكن كانت المشكله عنده ان التجلط كان في اكتر من مكان. الحاجه الثانيه ان كان بقاله اكتر من اسبوع بيحاول يعالج التجلط ده، لدرجه ان هو جالنا العياده بالم شديد جدا. كان في تغير في لون الجلد تحت البواسير، فبالتالي كانت المشكله عنده صعبه جدا، والتحدي كان كبير ان احنا نعمل له العمليه بالليزر بدون جروح، لان احنا لو كنا عملنا العمليه جراحيه كنا هنضطر نشيل اكتر من بواسير في اكتر من مكان، فبالتالي كان هيبقى في جرح كبير، كنا هنعرض المريض لالام شديده، فرص حدوث عدوى كبيره، فرص حدوث ضيق في الشرج بنسبه كبيره جدا. كمان من ضمن الحالات المميزه او اللي كان فيها تحدي كبير بالنسبه لنا كان حاله ناسور عصعصي شرجي. مريض كان عنده ناسور عصعصي اهمل علاجه لدرجه ان الناسور وصل للشرج، فتح جوه الشرج، فدي كانت من الحالات اللي كان فيها تحدي كبير بالنسبه لنا. لكن كل ده الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى عدى على خير، والحالات خفت تماما، وكانت تجربتها كويسه جدا معانا. دمتم بصحه وعافيه، ونشوفكم على خير ان شاء الله.